السلام عليكم. فاكرين عاطف السكري لما كان مقتنع ان ابوه هيهرب مع الوليه عمته، وسلطان اخوه كان اعتراضه الوحيد ان عمته دي متجوزه؟ اهو برضو الاساطير الاغريقيه بتحكي عن ان زوس ملك الارباب في واحده من نزواته المتكرره هرب مع الوليه عمته، بس هي الصراحه ما كانتش متجوزه، فاعتقد كده زوس تمام كما قال البحبحين. الحكايه عند الاغريق ان في بدايه العالم خالص جايا الارض اتجوزت اورانوس السماء وخلفوا 12 عملاق وعملاقه التايتنز او الجبابره، كان من ضمنهم كرونوس ابو زوس، ومن ضمنهم برضو نيموزايني بطلة سحلة النهارده وربة الذاكرة. بعد ما زوس قتل ابوه وكل ورث اخواته، عمته لسبب ما احلوت في عينيه فغير هيئته، دي كانت حركته المفضلة، وراح هرب معاها 9 ايام و9 ليالي من الحب المتواصل. بعدها بتولد نيموزايني 9 بنات اللي هم بيبقوا ربات الوحي او الالهام او الميوزس، وبتفضل عبادتهم منتشرة لفترة طويلة جدا في اليونان خصوصا بين الشعراء والفنانين. اما نيموزايني فلسبب ما بتسيب لهم الدنيا واللي فيها وبتنزل تستقر في العالم السفلي وتعمل نبع او بحيرة اللي يشرب منها يفتكر كل حاجه. تفتكروا ايه الاغريق زمان تخيلوا ان ربة الذاكره الكاركتر دي اللي شايله كل ذكريات العالم واللي ما بتنساش اي حاجه هتسيب العالم وتعيش في مملكه الاموات؟ وليه تخيلوا انها تعمل نهر اللي يشرب منه هيفتكر كل حاجه؟ الاموات هيحتاجوا ذاكره في ايه؟ قولوا لي في الكومنتس رايكم ايه، ولو عجبتكم السحله دي لايك شير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.